جدا بصراحه فكره ان النادي الاهلي يكسب القطن الكاميرو 4-0 منهم 3 اجوان لمحمود عبد المنعم كهربا، اللي المعلق كان مصمم انه محمد عبد المنعم كهربا. يعني هل ده لاعب جديد جه الاهلي وانا مش فاهم يعني، ولا انا بس محتاجه مين محمد عبد المنعم كهربا ده؟ هو مش اسمه محمود عبد المنعم كهربا؟ ومين السوريه ده؟ سوريا ايه؟ مين سوريا دي؟ مين دي؟ اسمه السوليه، عمرو السوليه. الفكره ان المعلق مصري وبيبقى عمرو سوريه مين يا عم انت؟ يا عم سوريه ايه بعد الاربع تجوان اللي جابوها دول؟ ده انت اللي سوريه. مهم عزيزي المشاهد، يعني الماتش ده حسيت ان كهربا كده واخد، عارف الخرزانه بتاعت المنجد؟ الخرزانه، تحس ان كهربا كان ماسك الخرزانه دي وماسك القطن الكاميروني، ويا منجد علي المرتبه واعمل حساب الشقلابه، وعمال يدي القطن، نفض القطن. والله عملوا من القطن الكاميروني ده حرفيا مرتبه، يعني فرفروا القطن كده، وكهربا ماسك العصايه بالثلاث اجوان، هوبا الاول يا منجد على المرتبه، الثاني واعمل حساب الشقلبه، الثالث ويا منجد عليه اديها. يعني 4 اجوان مقابل لا شيء في دوري ابطال افريقيا، مع العلم ان اكبر نتيجه احرزها النادي الاهلي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا سنه 84 كانت 5-0. يعني كان فاضل جون ويعادلوا الرقم ده، ف 4-0 بعد مباراه انت خسرانها من سان داونز، ويعني جاي شايل الروبه ومتضايق، وتقوم جاي مطلع غلك في القطن الكاميروني وتكسب 4، فتاخد الثقه، فتيجي الماتش اللي بعديه قدام الهلال تطرقع له. لا ده في حسبه كبيره قوي احنا محتاجين نتكلم عنها، ده في ليله كبيره قوي احنا محتاجين نتكلم عنها. ولكن خليني اقول لحضرتك الاول كده، اتمنى ان احنا نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك. هل هنقدر ولا مش هنقدر ولا ايه؟ يعني هل هنقدر نوصله ل 10000 لايك ولا مش هنقدر نوصله 10000 لايك؟ المهم خليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. المهم عزيزي المشاهد، عايز اتكلم مع حضرتك فيما حدث النهارده. عايز اتكلم مع حضرتك فيما حدث النهارده، مباراه النادي الاهلي والقطن الكاميروني اللي انتهت بنتيجه خزعبليه 4-0 للاهلي. وهنتكلم برضو عن الزمالك وشباب بلوزدادي لك حبي. هنتكلم عن كل الحاجات، ولكن بالراحه كده واحده واحده. خلينا نتكلم الاول عن ما حدث في مباراه النادي الاهلي. ما حدث في مباراة النادي الأهلي كان شيء غير متوقع بالمرة. تقول لي يا أبو جروح لا ده الأهلي كبير، ده الأهلي تمام. أنا عارف كل الكلام ده، وأنا أكتر واحد بقوله النادي الأهلي، مع إن أنا مش أهلاوي، إن النادي الأهلي من أعظم أندية، من أعظم يا جرحي، هو أعظم نادي في أفريقيا بالأرقام والبطولات وبكل حاجة. المهم نجد ان النادي الاهلي مسك القطن الكاميروني نجده النهارده وكسبه 4-0. ونتكلم بقى في ما هو اهم عزيزي المشاهد. مش هتكلم عن الزمالك اتقل مش دلوقتي، اتقل هفهمك كل حاجه هفهمك عليها. المهم يا فندم، النادي الاهلي كسب 4-0، هاتريك عن طريق كهربا وجون عن طريق بيرسي تاو، وقام جاي عامل الحنجيله وقام جاي عامل الرقصه بتاعته، ويلا كان الله بالسر عليه. المهم دلوقتي المفروض ايه اللي يحصل علشان يتم تأهيل النادي الاهلي الى دور ربع النهائي؟ ايه اللي هيتم؟ ان سان داونز يكسب الهلال، ده الطبيعي. المفروض المباراة بتاعت بكره سان داونز والهلال ان سان داونز يكسب الهلال. ولكن هل هنجد الموضوع بيتبطرخ؟ ايه بيتبطرخ ده يا ابو الجروح؟ اقول لك لا زي بيتطرمخ يعني، ولكن يا جاب بيتبطرخ. المهم هل هنجد الموضوع، كنت اقول لك هل هنجد البطروخ، بس يلا مش بطروخ. هل هنجد البطروخ بيتطرمخ ولا هل هنجد الدنيا زبادي؟ انا هقول لك الاحتمال الاكبر ان احنا نجد ان الموضوع بيتطرمخ، ان سان داونز بيتعادل مع الهلال علشان يصعب المشوار على النادي الاهلي. او مثلا هتقول لي الهلال هيكسب سان داونز. الهلال هيكسب سان داونز ازاي يعني هو ده مش طبيعي. ما هو الهلال لما يكسب سان داونز ده مش طبيعي. سان داونز اللي قدم مباراة عالمية قدام النادي الاهلي وكسبه 5-2، مش ده النادي اللي هيخسر من الهلال نهائي. لا مع احترامي للهلال يعني، ولكن الهلال السوداني صباح الفل، ده مسا يعني. ونرجع هنا لتصريحات
مدرب الهلال لما قال لك حتى لو خسرنا او حتى لو تعادلنا مع سان داونز او خسرنا من سان داونز، هنيجي هنا في القاهره نطرقع للنادي الاهلي ونكسبه على ارضه ونمشي. ما سالتش على شربيني، ما سالتش على شربيني، كده انت ما سالتش على النادي الاهلي، كده حضرتك ما سالتش. المهم طبعا يبقى الحل الوحيد اللي او الحلول اللي مطروحه دلوقتي ان يا اما الاهلي يا اما الهلال قصدي وسان داونز يتعادلوا، ويجي الهلال هنا الاهلي يكسبه بفارق هدفين، فيبقى كده 10 نقاط و10 نقاط، والنادي الاهلي يكسب بفارق الاهداف، عشان تسيبك بقى من المواجهات المباشره، يكسب بفارق الاهداف. ولا الحل الثاني ان سان داونز يكسب الهلال ويجي الهلال هنا الاهلي يكسبه برضه، ويبقى برضه سان داونز والاهلي. دول الحلين الموجودين. هل في حل ثالث؟ الحل الثالث بقى ان الهلال يكسب سان داونز وخلاص كده تعشت كده. المهم عزيزي المشاهد، كل السيناريوهات بتؤدي الى آلة حاسبة، كل السيناريوهات بتؤدي الى ان انت تقعد تفكر طب ايه اللي هيحصل، طب مين هيكسب مين، طب يا ترى الهلال هيتعادل مع سان داونز، طب يا ترى الهلال هيكسب سان داونز، طب يا ترى سان داونز هيكسب الهلال، طب هو كده لا مفر منه، انت لازم تطرقع للهلال هنا في مصر. يعني في كل الحسابات ان الهلال لما يجي مصر تطرقع له وتدي له من المنقي خيار وبفرق اهداف كبير علشان حضرتك تضمن الصعود. ده في كل السيناريوهات، ده اللي المفروض يحصل. تمام. فدلوقتي للمره الاولى في التاريخ بنجد ان النادي الاهلي مقعد جماهيره بالاله الحاسبه، بنجد ان جماهير النادي الاهلي ماسكه الاله الحاسبه وعماله تحسب كذا وكذا وكذا. ولكن يعوض بقى النادي الاهلي النهارده جماهيره ومحبيه عن ما حدث في مجموعه دوري ابطال افريقيا دي. يمسك القطن يكسبها 4-0 لدرجه ان جماهير القطن الكاميروني تسقف لبيرسي تاو وتحييه، وبعدها تسقف للاعيبه النادي الاهلي وتحييه وتشجع النادي الاهلي. ما هو قال لك المعلق ايه؟ قال لك لا، قال لك القطن جماهير القطن يا باشا بتشجع الكره الحلوه. قال لك يعني فكك من ان هي جايه قاعده في المدرجات وبتشجع القطن وبتاع. قال لك لا، لو لقت الدنيا بايظه هتشجع الفرقه اللي قدامها لو بتلعب كره حلوه. وده اللي حصل النهارده. النادي الاهلي النهارده بيثبت لنا وبالدليل القاطع ان كهربا مهاجم حرفيا يعتمد عليه بصوره كبيره جدا، وده اللي احنا كنا بنقوله الفتره اللي فاتت. كهربا محتاج ياخد حقه تالت ومتلت، كهربا محتاج يشارك بصوره اساسيه، كهربا محتاج ياخد وقت في المباراه تقدر تحكم على كهربا منه. وده اللي حصل النهارده، مع انه برضه اتغير، الله اعلم اتغير بيريحه او اتغير عشان ينزل محمد شريف يجيب له جون او اتنين، ولكن ده ما حصلش. محمد شريف انا لسه معترض على محمد شريف كمهاجم، مش قادر اشوفه كمهاجم للنادي الاهلي ولا لاي نادي تاني، مع احترامي الكامل لمحمد شريف، ولكن هو محتاج يشتغل على نفسه اكتر واكتر واكتر واكتر. واللي محتاج يشتغل على نفسه برضه قفشه، محتاج يشتغل على نفسه اكتر واكتر واكتر واكتر. النادي الاهلي النهارده درس حرفيا في كرة القدم يدرس، درس في كرة القدم يدرس عزيزي المشاهد. 4-0 في القط على ارضهم، يعني عندهم هم مش عندنا احنا. 4-0 يقترصها النادي الاهلي كده من احشاء القطن الكاميروني علشان يعزز موقفه في دوري ابطال افريقيا. وكده كده النادي الاهلي كاس عالم للانديه 2025 مشارك، فما تقولي بص هو بيسعى للبطوله من اجل البطوله، مش من كاس عالم انديه ايه. خلينا متفقين يا اخي، ده لو كانت في كل مره ان الانديه الاوروبيه هي بتبقى عقده النادي الاهلي عشان يطلع من كاس عالم الانديه، شوف كم نادي اوروبي بقى هيشارك موسم 2025 في كاس عالم الانديه. ده تبقى كوارث، ده هتبقى كوارث حرفيا. ولكن نقول شابوه هنا بقى لمين؟ لكولر. بدأت تشوف لمسات كولر في الملعب يا اخي، حتى في اول ركنيه حصلت للنادي الاهلي شفت ان في حاجه متفق عليه، شفت ان هو هيفوت الكوره فتيجي لبيرسي تاو ويشوطها، وكانت حلوه جدا لولا انها قلشت من على رجل بيرسي تاو. كهربا قبل ما يبدا باحراز الاهداف، كهربا مضيع له مثلا 3-4 تجوان. الماتش ده كان يخلص مستريح 8-0، مستريح قوي 8-0. الفرص اللي جت لكهربا، الفرصه الاخيره اللي جت لحسين الشحات اللي عبد القادر بصاها لحسين الشحات كده عرضيه كده طويله، ولكن حسين الشحات صد، يعني الجون صدها من حسين الشحات. فالمباراه كانت تخلص 8 مستريح يعني، ولو مش مستريح تخلص 12-13، يعني ارقام كده مريبه ومبالغ فيه. ولكن عزيزي المشاهد هنا نقف ونقول شابوه للنادي الاهلي،
شابوه للنادي الاهلي. لو كان تعثر في المباراه اللي قبل كده فهو راجع وبيقول لك انا النادي الاهلي، انا كبير افريقيا، انا مستني الهلال عشان اطرقع له، انا مستني الهلال علشان اعاقب المدرب بتاع الهلال على تصريحاته. ده اللي حصل من النادي الاهلي النهارده. هل هيعاقبوا بقى على تصريحاته بجد؟ هل ده اللي هيدور؟ الله اعلم. بكره بقى بعد مباراه سان داونز والهلال نبدا نتكلم. بكره هنبدا نعرف بقى ملامح الناس اللي هتصعد. بكره هنتاكد اللي لو ايه حصل مين هيصعد. فربنا يستر. المهم عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولسه هتتفرج لحد دلوقتي لا تنسى لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليها فيها. بس يا سيدي كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.